السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي ومتابعات قناتي، حياكم الله جميعا. اليوم بمشيئة الرحمن رح نعمل مع بعض تتبيلة المكدوس، وهي عبارة عن فلفلة حمراء وملح وجوز. في ناس بتحط بالتتبيلة توم، نحن ما تعودنا ببلدنا يعني بمدينة حمص انه نحط لها توم. هاي مقتطفات من الفيديو وبتمنى ينال اعجابكم. هالفيديو هذا للناس اللي ما عندهم شمس. هلا اغلب الناس اللي بالبلاد الباردة ما في عندهم شمس. مثل ما بتعرفوا كنت عاملة جراحة وقت اللي عملت المكدوس والتتبيلة، فاكتفيت مثل ما قلت لكم بتصوير بعض المقاطع. بالنسبة للفليفلي الكمية كانت كبيرة. ليش؟ لأنه أنا ما بحب إني أعمل كل مرة وإحتاس فيها، فالكمية ساعدوا الأولاد يعني بعضهم فيها، والحمد لله رب العالمين. مثل ما شايفين، أهم شيء إنه إذا كان بدك تغسليها للفليفلة تحت المي ما تفتحيها، لأنه بس إنك فتحت المي عليها بتتشرب مي كتير وبتروح ميتها هيك. بعد ما عملوا الفليفلة مثل ما شايفي، هلا هون بدي أطحنها. عندي كيس هون، هالكيس بكون يعني بوليستر، أفضل ما يكون قطن مشان ينزل المي بسرعة. فرمت الفليفلة هون، وهي طريقتها لأنه ما في شمس، هي طريقة التعصير. مثل ما شايفين هون يعني الحمد لله كانت الأمور تمام. كل ما عملت قسم كان لازم أعصر الكيس. بالنسبة للمي، المي ما رح أرميه أبدا. بعد ما بخلص تعصيره مثل ما شايفين تقريبا 3/4 المي راحت. هون بحط مثلا كمية من الملح الصخري وبحطها بالمصفاية لتصفى. بعد عندي هون الصندوق، نفس الصندوق اللي عملت فيه المكدوس نفسه رح أكبس فيه الفليفلي. مثل ما شايفي حطيت قاعدة تحتها، هي صحون تبع فناجين القهوة. مثل ما شايفي حطيتها وتقلتها بقارورة. بالنسبة للمي سحبتها بهالطريقة، يعني حطيت علبة بلاستيك وخليت المي تنزل فيها، لأنه هاي المي أنا رح أستفيد منها بنهاية الفيديو. شوفوا شو رح بعمل فيها. هلأ هون فضيت الكيس بعد ما تقريبا 3/4 المي راحت. مثل ما شايفين فيها يعني شيء بسيط. بس هلأ في مرحلة تانية للتنشيف، لأنه هاي المي إذا بقيت بالفليفلة بحمض المكدوس. فهون بنتي الله يجزيها الجنة يا رب، عبت لي إياها كلها بأكياس. أنا طبعا ما رح استعملها كلها، كل ما بدي كيس بطالعه. سكرت الأكياس هون مثل ما شايفي اللي بسكر فيها الأكياس، بلحم فيها الأكياس، بقيت بالرياض. فاضطريت هون بمملس الشعر سكرنا الأكياس فيها. أخذت هلأ قسم منهم والقسم الثاني خليته بالثلاجة. عندي هون اللي بهرس فيها البطاطا، خليت هذا القسم الثاني بالمصفاي. ومثل ما شايفين غلفتها بنايلو حتى ما يطلع منها، يعني حتى الفليفلة ما تطلع براتها، وبحيث انه اذا صار الضغط يكون الضغط عليها قوي، وبنفس الوقت يعني اتخلص من اكبر كمية من المي. هلا هون بالنسبة لتنشيفها، انا بدي نشفها بطنجرة تيفال. بس قبل ما نشفها رح حاول مثل ما شايفين اني اسحب شوي من المي اللي بقيت فيها، يعني بحيث ما تاخد معي وقت على النار. هلا في ناس بتقولك انه ليش ما بتحطيها بالفرن. انا ما بدي اطبخها طبخ، لما بسكر الفرن عليها راح تنطبخ طبخ، راح تصير دبس فليفلي. انا هون مثل ما شايفه سحبت اكبر قدر منها من المي، وهلا راح احطها بالتيفال، وباذن الله راح تطلع يعني كانك ميبستيها بالشمس. حطيتها هون على النار. مثل ما شايفه بخلي هيك فتحة بالنص، بحيث كل ما نزل مي يكون أسرع، يعني أسرع إنه ينشف. هون عملت لها اختبار. الاختبار إني لما بشوفها نشفت تقريبا بحط على المنديل هون مثل ما شايفين، وبشوفها إذا كان لسه المنديل عم يتبلل ما بيمشي الحال.
حطيت صحن بايركس بعد ما لقيت الحمد لله تمام. حطيت صحن بايركس، عبيت الكمية فيها، خليتها مكشوفة لحتى بردت، ورجعت حطيت ورق نشاف عليها. ضروري ما يبقى فيها مي. هلا بتقولي لي مثلا راحت الماوية كلها تبعيتها. طيب معلش تروح الماوية أفضل ولا إنه يحمض المكدوس ويفور؟ هلا بعد ما غطيتها راح أشيل هذا المنديل وأرجع أرد حط منديل تاني لأتأكد إنه ما عاد فيها شيء أبدا ولا شيء من الرطوبة أو من المي. ليك المنديل كيف طلع ما شاء الله. هلا هيك صارت تمام. هلا المرحلة الثانية غطيتها بمنشفة، طبعا بدها تكون باردة لحتى اتأكد انه فعلا ما عاد فيها شيء. وهاي المنشفة قدامك بيضة مثل ما شايفة. هلا انا بما اني حطيت لها ملح ما راح كتر الملح، هي طبعا بتنزل يعني مع المي. راح احط ملح، والملح بدك تدوقي. هلا في ناس بحطوا توم معه، نحن بحمص ما تعودنا نحط توم، وبتعرفوا حمص هي ام المكدوس. بس يعني الناس ما عاد تفرق بين المكدوس وبين المخلل، ما عاد يفرقوا لانه بنفس الموسم بينعمل. المهم بالنسبة للجوز، انا الجوز بحب كسره بايدي بهالطريقة، يعني مثلا تنكسر النص، ينكسر 4 قطع. ومثل ما قلت لك بدك تتبلي وتدوقي، واللي بده يحط توم يحط، بس هو المكدوس اساسه من غير توم. يعني حتى هلا جيل جديد من اهل حمص صار يحطوا، يعني مثل ما بقولوا تقليد للناس، انه بقولوا فيها توم اطيب وما اطيب، فكل واحد هو ذوق. هلا هون بعد ما تبلتها، طبعا هي هاي التتبيلة نفسها اللي عملت فيها الفيديو السابق اللي نزلته. هلا هون بعبيها بأكياس، ومثل ما شايفة ما شاء الله تاخذ عقل. بخليها بالثلاجة بالبراد عفوا، واذا بدك تحطيها بالثلاجة ممكن تعمليها كلها وتحطيها بالثلاجة هي والجوز، ولا بيتأثر ابدا ابدا. خليتها بالبراد لمشان وقت اللي بدي احشيها، وحشيت طبعا بالفيديو الاول وشفته. هلا بالنسبة لدبس الفليفلي، شوف المي اللي نزلت شو عملت فيها. هاي المي أخذت عبيت قارورة منها، وهالقارورة هاي أنا بستعملها للكبة، خليتها بالبراد لحتى هيك ربي يعافينا إن شاء الله بعملها. بالنسبة للكمية الثانية حطيتها بطنجرة، حطيت لها تقريبا مقدار فنجان خل، وحطيت لها تقريبا مقدار معلقة أو معلقة وشوي ملح صخري. لما الكمية اللي حطيتها طار من المي تقريبا 3/4، حطيتها بقدر أصغر مشان ما تعطى طعم حريق، وتركتها لحتى اللي مثل ما شايفينها هذا قوامها وهاي سماكتها. وحطيتها بالبراد، تستعملي للأكلات اللي فيها طماطم. والله يجزيكم الخير على حسن استماعكم، وبتمنى تدعموا القناة. والسلام عليكم ورحمة الله، ولا تنسوني من داوي بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله.